انا اروح اشتري توم يقول لي الكيلو المفروم ب70 جنيه، وابيض مش احمر كمان زي ده. بصوا الراس عامله ازاي. جبت ال4 كيلو ب100، يعني الكيلو الكبير دوت ب25، في منه صغير ب20، بس انا حبيت الاحمر ده عشان بيبقى كله كده مليان. هجبته هنقشره بالشكل ده كده. بصي هوريكي بنقشره ازاي، وهنفرمه وهنخزنه، وهيطلع لك ال4 كيلو دول هيطلعوا لك اكتر من 3 كيلو. يعني 3 كيلو احسن من كيلو ب70 جنيه. بصوا ما شاء الله. ولما تيجي تجيبي هاتي الاحمر، الاحمر ده بيبقى جميل قوي في الاكل. بصوا بنشيل القشره كده ايه اللي من فوق دي كلها كده بالشكل ده. تمام كده. انا بحب اشيل، في ناس بتعمله بتخلي طبقه القشر دي سميكه، لكن انا مش بحب يكون في قشر كتير، بخليه كده اهو اهي. تمام. وده اقصى حد ليكي في العرش بتاعه، ما تكبريش اكتر من كده عشان ما يمررش معاكي. بصي اهو، وتقومي فاتحه الحته دي كده اهو، هتلاقي فيه الزعزوعه الناشفه دي، مش عارفه بيسموها ايه اهي. تطلعي الثوم منها كده، والزعزوعه الناشفه دي بتبقى في النص كده، تقومي ايه فصلها عشان ما تبوظلكيش الكبه او العجان او قصدي المضرب يعني، ولا اللي انت ايا كان هتشتغلي بيه. اهو بصوا بالشكل ده كده. نخلص كده بقى واوريكم انا هطحنه ازاي دلوقتي. دلوقتي بقى هنحطه في الكبه من غير ولا تحطي زيت ولا تحطي ملح ولا تحطي سكر. اوعي تحطي اي حاجه مع الثوم لو انت هتخزنيه زي كده، عشان ما يعملش مواد كده لزجه، والمواد دي بتبقى مش حلوه. احسن حاجه لتخزين الثوم ان انت تفرميه من غير اي اضافات خالص، بيفضل زي ما هو. واللون ما شاء الله بصوا اهو. بصي اللون عامل ازاي. اوعي تحطي لا ملح ولا اي حاجه، بيفضل معاكي مفلفل كده وجميل. عارفه الملح لو انت ضفتيه معاه الملح ولا سكر ولا زيت بيعمل ماده لزجه كده، والماده دي بيقولوا عليها ان هي الله اكبر بتعمل مواد يعني ماده سرطانيه مش حلوه، وبتغير طعم التوم كمان. انا بيقعد معايا بالسنه واكتر كمان بنفس الطريقه. هو بس ان احنا نفصصه كده ونفرمه. حطهم هياخدهم كلهم وخلاص. ما شاء الله بتقطع ما شاء الله. بصوا بصوا ما شاء الله سهله قوي معاكي في الفرم، مش محتاجه يعني ايه اي غلبه. تقدري تطحنيها كمان، تفرميها في المطحنه اللي هي بتاعت البهارات بتاعتك، مش محتاجه يعني ايه ان انت لو ما عندكيش تقولي لا مش هعمل. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا قد ايه. الجوز يقول لي شراء العبد ولا تربيته. استنى يا ميدو في حته عرق اهي، دي ما بتتفرمش. العرق ده مهما تعملي فيه ما بيتفرمش، ممكن يبوظ لك الكبه ولا المطحنه اللي هتعملي بيها، فلازم تفتحيها من النص وتشيلي العرق الناشف ده. بيقول لك شراء العبد ولا تربيته. ما تشتري الكيلو ب70 جنيه، لا بقى انا اربيه واطلع كميه بالشكل ده الله اكبر، وانا اللي عاملاها بايديا، احسن ما اشتري كيلو ب70 جنيه ملوش اي 30 لازمه. ادينا اهو بال4 كيلو ب100 جنيه، الله اكبر عملوا قد ايه ما شاء الله. بصوا مطلعين قد ايه، هوريكم دلوقتي يعني اكتر من 3 كيلو. عبيه بقى في برطمان ازاز، في علبه بلاستيك، في اكياس محكمه. بس الكيس ما افضلش الكيس، هو احسن حاجه البرطمان الازاز، عشان بيبقى بتاخدي منه على طول بالمعلقه وبتقفليه تاني، ولا هيفوح معاكي ولا هيخلي ريحه التلاجة توم. الفريزر زي ما انت هتطلعيه هتاخدي منه وتقفلي وتحطيه. يعني امن حاجه ان انت تخزني فيها التوم بتاعك وما يسربش ولا يطلع ريحه مش حلوه هو البرطمان الازاز ده او بلاستيك. عماله ادبدب كده عشان ما شاء الله املاه. بصوا بصوا بقى مليان ازاي، بسم الله ما شاء الله. هات علبه تاني. بس ربنا يبارك لي فيك يا ميدو، بيساعدني، عارف ان انا تعبانه عشان كده هو واقف قاعد جنبي بيساعدني مش راضي يسيبني. وانت كمان وانت كمان عماله تساعديني، ده انت بهدلتي لي الدنيا. اه والله اعملي. بس دوس عليها كده عشان انا هجيب تاني لسه، عشان يكفي. ما شاء الله بيعمل كمية كبيرة ازاي. احنا عمالين ندوس على فكرة عليها علشان املى العلبة كلها بالزيادة، لان انا لسه هجيب تاني. بصوا ما شاء الله بتاخد كمية يعني حلوة قوي. بصوا يا بنات الجمال بقى، اعملوا بقى الطريقة الحلوة دي، وما تحطيش اي اضافات في الثوم بتاعك وانت بتعمليه، وخزنيه. ولا تقوليش بقى ايه اشتري ايه
شراء العبد ولا تربيته. لا ربي يا حبيبتي، وانزلي هاتيلك 2 كيلو ولا 3 كيلو توم ب20 جنيه وفرميه، هتلاقي فيه بركه احسن ما تجيبيه ب70 جنيه وما يبقاش فيه الكيس اصلا اللي هو مديلي الناس اللي فيه كيلو ده، تحس ان هو ما يجيش قد كده يعني، شويه صغيرين جدا. وبينزل وبيحط كمان فيه ملح، وانا ما بحبش احط فيه ملح ولا سكر ولا المواد دي زي ما حكيت لكم. يلا جربوه كده بقى بالطريقه دي، ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين.